صباح الخير يا شرابشة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أخطر المهام اللي ممكن تواجهها في حياتك، وهي الاستيقاظ من النوم. يا جماعة، الموضوع مش سهل زي ما ناس كتير متخيلة. أول حاجة لما المنبه يرن ما تفتكرش إن دي موسيقى تصويرية ولا فيلم رعب، ده المنبه بيقولك اصحى يا شربوش. بس طبعا العقل الباطن بتاعك هيفضل يقنعك انك لسه عندك 5 دقايق كمان، وبعد كده 10 دقايق، وبدل ما تصحى تلاقي نفسك بتحلم انك شغال في شركة شربوش للتأخير الجماعي. تاني حاجة، اول ما تفتح عينيك هتفتكر كل الحاجات الحلوة اللي ممكن تعملها النهاردة، زي الرجوع للنوم تاني. لا، خلي عندك إرادة بقى. دلوقتي بقى المرحلة الخطيرة، انك تقوم من السرير. بتحس ان السرير بقى مغناطيس وانت قطعة حديد مش قادر تتحرك. الحل هنا هو انك تفكر في القهوة اللي هتشربها او الفطار اللي مستنيك، بس خد بالك ما تقومش بسرعة، علشان ممكن تلاقي نفسك واقع على الارض وانت بتقنع نفسك انك في حلم تاني. وبكده يا شرابشة تكونوا اتعلمتوا ازاي تصحوا من النوم بنفسكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الشربوشات عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي هتعلمك حاجات عظيمة، زي انك تنزل من السرير بدون ما رجلك تتكسر، وازاي تغسل وشك بدون ما تغرق الحمام. وما تنساش تضغط لنا لايك للفيديو ده عشان ينتشر على اوسع نطاق. السلام عليكم.